السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا نهنئ فريق نادي الزمالك بالفوز المفاجئ. هو مش مفاجئ ولا حاجة، والله كنا متوقعين في ظل الغيابات اللي احنا فيها دي. والله كنا متوقعين فوز الزمالك، بس الحمد لله جات سلامات وفازوا ب2-1. أي نعم، الهدف الثاني إهداء من الأخ إبراهيم نور الدين لناديه المفضل نادي الزمالك. وبصراحة أنا شابوه لإبراهيم نور الدين، بصراحة يستحق ياخد زمان أوف ذا ماتش والله، لأنه هو صراحة لم يدخر جهدا لنادي الزمالك، لم يدخر جهدا. تمام. فأنا من رأيي يعني إنه ياخد زمان أوف ذا ماتش اللي هو إيه الأخ إبراهيم نور الدين. لكن عندي سؤال. السؤال الأول للأخ كولر. يا كولر، أنت إيه اللي بينك وبين مودست؟ وإيه اللي بينك وبين كهربا؟ هو كهربا قتل أبوك؟ مودست إيه العلاقة اللي بينك وبينه بالضبط؟ عرفنا إيه اللي بينك وبين مودست؟ ها؟ مودست نسيبك؟ متزوج بنتك؟ ها؟ مودست your doctor is husband? your doctor is husband؟ لا كده ما ده تمد فرص. تمام. لمودست لو خدها يا عمي، مودست مش لاعب كرة قدم، صدقني مودست ده جاي غلط. مودست is not football game player. اوكي، مودست مش لاعب كرة قدم ابدا، عمره ما يكون لاعب كرة قدم مودست ده، لا اظنش. he is مودست ده he is a basketball player enough. يا كابتن محمود الخطيب، اللي بيحصل للأهلي ده إهانة ومهزلة. أولا نعم، إحنا قصرنا ولاعبتنا كانت بتلعب خايفة ومرعوبة، والزمالك بصراحة يستحق الفوز، ما نكذبش. هدف غلط هدف صح، ربنا كلل تعبهم. ده إهداء من ربنا عز وجل الهدف ده، إنه ياخدوه كده فاول وفصايد وكل الدنيا، لكن ده ربنا اداهولهم لأنهم بصراحة اجتهدوا. والراجل اللي بره بتاعهم شغال صح، وضع خطة صح. يا عم ده احنا مسكناش كورة، والله ما مسكنا كورة. أول 5 دقايق، وأول 5 دقايق اللي جبنا فيها الجون وخلاص. يعني بنلعب مرعونين من غير خطة، بنلعب شوارع. والله لعب شوارع مراكز الشباب ودورات رمضانية، ده لا يمكن يكون لعب فريق بحجم النادي الأهلي. يا كابتن محمود الخطيب، ايه حصل ايه يا أخي؟ يا أخي ضيعت هيبتنا والله العظيم أنت كده. يا عم مش عاوزين الدوري، مش عم نلعب كرة 5 سنين بس وضعنا حد لما الحكام ده. الله، ينفع التحكيم ده؟ هو احنا ملطش لاي حد عايز يحكم وعايز يفوز بقي؟ ده احنا 4 مباريات واخدين منهم كام نقطة؟ واخدين من 4 واخدين 4 نقط في 4 مباريات. ده احنا سكينا من البنك الأهلي، والفريق اللي متعودين نفوز عليه وضامنينه هزمنا امبارح الزمالك. طيب احنا لما الزمالك بيفوز علينا منتظرين نفوز على مين تاني؟ الزمالك ده بنبقى ضامنين 6 نقط كل سنة في جيبنا. 6 نقط من الزمالك ضامنينهم في جيبنا كل سنة ديت. ده غير الكاس وغير بطولة افريقيا لو صادفت قابلناه، ده راجل مضمون ده لينا. تمام. طيب هنفوز متى؟ عاجبك الاهلي كده يا خطيب، يا كابتن بيبو، يا إدارة الأهلي، يا لجنة التخطيط؟ يا اخوانا كولر افلس فنيا. كولر ما عندوش اللي يقدمه تاني. كولر بيقول يلا على الله. كولر بيقول يلا على الله. هتسيبها لنا كده عايمه يا خطيب؟ هنقول دي ولا دي؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال الحق ولا دي؟ ايه ده؟ ما ينفعش يا عم. ده انت عندك قاعده جماهيريه تهز الدنيا. لا مش عايز الدوري، انسحاب، ومعاك الجماهير مش عاوزين الدوري. نركز في افريقيا
ورب كاس العالم للانديه ومش عايزين الدوري ده خالص. خلينا نوقف سنتين مش مشكله، مش مشكله، واحنا مش عندنا من الدوري. هو احنا الدوري ده الانديه ما بنتوحم عليه يا اخي؟ مش عايزين الدوري خالص، بس انسحب من الدوري ده خالص. وشوف بقى الاتحاد هيدخل جنيه واحد بعد الاهلي. شوف بقى الدوري حد يتفرج عليه من غير اهلي؟ كده ما ينفعش. كل حكم يجي يدينا على قفانا ليه يعني؟ ليه يا اخي؟ ده احنا 80 مليون ده الحكم ممكن يضرب بره. طيب والله ممكن يجيب جريمه لواحد جمهور من الاهلي العصبي، يعني واحد متعصب من الجماهير ممكن يقتله بره. ما نبقاش احنا الليل كله قاعدين ما ننامش، عايزين نطلع شغلنا الصبح. احنا متغربين، احنا متغربين. بتيجي احيانا الماتش عندكم بيبدا الساعه 9، عندنا 10 بقعد ل 12 بالليل ونطلع شغل الساعه 3. فكر في الناس المغتربه يا خطيب. وتيجي بقى كده تغلب، طب مش هنام تاني. حتى ساعتين اللي بنامهم قبل اللي بطلع الشغل مش هنامهم بسبب الالتزام. احنا والله العظيم حكايه الهزيمه دي مهمنا عادي مره في عمرهم. بس عارفين سر فوز الزمالك ايه؟ الاسطوره المرحوم بتاعهم كان خارج تشكيل. فما بالك لو كان خارج النادي ده ياخذ بطوله افريقيا وهو في البيت. شفت الزملكاويه؟ هذا اسطورتكم لما خارج التشكيل وكان منور في الجماهير، في المدرجات كان منور، فزتوا. طبعا انتم مستعجبين انكم فزتوا، بس عادي مبروك. ليه؟ عشان الاهلي فوق شويه. ما مش هنقعد على طول نفوز 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 نفوز، بقت عادي. ده الجماهير راح تتفرج كسبانه وجايه. وانت يا سيف الدين الجزيري يا عم، ده بيقول لك كده بكوع قانوني زاحك كده، تقول لي كده ايه يا عم؟ انت لما تتفرج على لقطتك مش هتكسف؟ بذمتك مش هتكسف؟ رجاء رجاء يا كابتن محمود الخطيب، مش عاوزين كرة خلاص، مش عاوزين دوري. هنوقف سنتين نوقف سنتين مش مشكلة عادي. لا، كون فريق حلو واجهز، وبعد سنتين يا عم روح ادخل، يا عم انزل درجة تانية، انزل درجة تانية واحنا معاك. انزل بالاهلي درجة تانية، ولكن ما تنزلش بجماهيرك درجة سفلى، ما تنزلش بمشجعينك درجة دنيا في الارض. نبقى احنا اضعف ناس في مصر. كل حكم يجي على الجنب يلطش بينا. فلا لا لا، ده الكلام ده مش هينفع معانا يا كابتن محمود، ولا ينفع مع جمهور اهلي حر. الجماهير تحرك دمها امبارح. وانت يا حكم يا ابراهيم نور الدين، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا اخي، حسبي الله ونعم الوكيل فيك انت وفي اللي مشغلك. اتحاد خرا، اتحاد زباله، والله العظيم. اتحاد كرة قدم مصر اتحاد زباله، ولا ينفع ابدا. والله العظيم ما ينفع يديروا دوري رمضانيه، مش دوري زي دوري مصر. ايه ده؟ ايه تحكيمكم ده يا عم؟ الحكم في كرش، ابراهيم نور الدين كرش. فيا ريت يا اخوانا، احنا بقى علاجنا في يدنا، ما حدش عالجنا ثاني، علاجنا احنا في يدنا. يا كابتن محمود رجاء اوضح حد المهزله ديت. يا عم انت على راسنا، بس لو مش قد اسيبها. عملت وعملت 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 للاهلي، بس لكن في الاخر هتضيع كرامتنا كده؟ ينفع يا كابتن؟ ينفع يا كابتن؟ ده رايح، ده حسب ضربة جزاء بالهوا للزمالك، من الهوا كده. ليه لما الفار يقول تعال شوف نفسك؟ هو بتاع الفار محمد عادل هناك الحلو بتاع الاحتواء، قالوا لا تعال شوفها، ايه رايك تحسبها ولا نحسبها يا عم؟ بس انا بالله انا ليا موضوع قبل كده وشلتهم قبل كده مره، شيلهم مره انت، بس انت ما قصرتش. لا، لقيتها واضحه بقى وباينه، رحت ايه لاغي ضربه الجزاء. طب فين انذار الانسيمينيشن؟ فين انذار التمثيل؟ تمام طيب، بس انت شلتها، قلت تعوض في غيرها بقى، جايات اكتر من ريحات. بقوا بتوع الزمالك يضربوا فينا ورا ويضربوا فينا قدام وتحسب احنا فاولات. يا عم ده الولد شايل محمد كمال، شايل احمد كمال شيل من الارض كيل. ها سيف الدين جزيري دوت المفروض طرد. ده لو شال يعني والله العظيم كان هيك، ده طياره برا الملعب. المفروض طرد، مش مشكله، مش عايزين طرد، احنا عايزين الحق، عايزين حق ربنا. يا لجنه التحكيم، يا لجنه التحكيم يا ظالمه،
يا لجنة تحكيم يا ظالمة، عاوزين حق ربنا، حرام عليكم تحرقوا دم الجماهير. يا عم الزمالك عرسنا يفوز والله، يعني احنا، يا عم الزمالك ده احنا من كتر فوزنا عليه كرهنا الفوز، حبينا الهزيمة امبارح، بس عاوزين الهزيمة تبقى بالعدل، بالحق، بمجهود. لعبوا، لعبوا، لكن ما نضيعش حقنا. يا اخي انت يا عبد المنعم، انت شغال فتوه ورا، شغال فتوه ورا انت يا عبد المنعم. ها عبد المنعم، ما الظبط، الظبط يا عبد المنعم، احنا شلناك عرسنا وقلنا واد مية مية وصخرة دفاع مصر. هيتغر؟ لا، برا. هيتغر؟ الدكة قاعدة. هتتجلع وجات لك عروض، جات لك بلاوي وتجلع، والله العظيم الدكة قاعدة لك برا يا غالي. تمام. يا كولر ريح مودست، طول قوي، مودست طول، ما شايفش الشبكه من طول وفوق، بس بعيد شاف الجماهير بس هو شغل كهرباء. امال احنا جايبين بسام علينا نخليه، جايبين نخليه العيد بسام ابو علي ده، احنا مركنهم بره ليه دول؟ كهرباء بسام يا عم كولر ارحم ابويا، ما عندكش جديد روح انقشع، مش هندادي، احنا على اعصابنا. ده في ناس من الحريمه بتطلق بمشاكل، في ناس بتطلق حريمها يا بني ادمين لما تكون مغلوبه كده، لا بتحرق دمنا، في ناس بتطلق حريمها. انتوا قاعدين في اداراتكم في التكييفات ومرتاحين عادي، لكن احنا في ناس بتطلق حريمها، ناس عصبيه وبتعصب من الزعل بيطلقوا نسوانهم. تمام يا كابتن محمود. ها، فرجاء رجاء اوضح قد موضوع التحكيم دوت ما زلته رجاء. تمام، وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والف مبروك لجماهير الزمالك. لكن والله 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 اكيد ببركه غياب الاسطوره المرحوم اللي كان في المدرجات، انتوا فزتوا عشان كان هو في المدرجات. لو كان في الملعب كان ربنا يوقف معانا ونفوز، حتى لو ما لعبناش ثلاث لعيبه والحارس. وشابوه شابوه 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 لأحسن حارس في مصر فوق يا مصطفى شوبير، وهنيك. والله العظيم والله العظيم لو في حق انت تاخذ جائزة احسن رجل في المباراة صراحة، يعني انت عملت اللي عليك والله، ليلة بفضل ربنا والسبب مصطفى شوبير كنا شلنا أبح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجاء 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 من كل اللي يسمع أهلي، شير وسبسكرايب يا عم الحاج، ولايك وتعليق حلو من عندكم كده، تعليق حلو بقى يا اخوانا، خلصوا بقى، مش هتبقوا انتوا الكولر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حفظ الله، تفضلوا.